سلام عليكم. الفرح لا مش الفيلم، ومش كل ما اجيب رقاصه تقولي مش رقصه اطلاقا، بس الفرح كفكره كحلم. اغلب البنات بالذات في موسم التزوج اللي فات بيحلموا باليوم ده. الدنيا ابيض فابيض، بيرقصوا سلو، وبعدين بيرقصوا على عم عبد بباسط ازاي ما علينا، وبعدين بوفيهات تورت بوكيهات بتتحدف هيصه. حد سأل نفسه بعدين؟ يعني انت عمرك سألتي نفسك بعد الفرح حصل ايه؟ لا ايه ده؟ لا ثواني، ما تدخلنيش في تفاصيل يا كابتن مدحت، مش قصدي انت دلوقتي كعيتي مثلا ما يقرب من 70,000 جنيه، ده طبعا اضعف الايمان لو عملتيه في فلوكه، عشان في الاخر ليله هتعدي وهتلبسي في شريك العمر اللي صدقيني لا الفرح ولا الفستان وابسولوتلي ولا النيش هيصبروكي على الايام معاه. وعليه انا فكرت في بعض الحاجات المقترنه بحوار الفرح والمنظومه كلها، حابه اني اشير ليها واسالكم ليه؟ علل يعني بما تفسر ليه. وعليه دي بعض الحاجات على سبيل السرد وليس الحصر. واحد، بيبي. اشمعنى الفور سيزونز؟ اشمعنى كبدايه؟ هل ينفع انا ادفع مئات الالوف علشان ااجر قاعه؟ ماله مسجد الشرطه وعلبتين شوكولاته من باشونيل؟ ماله ما نتلم ماله؟ اتنين، كلميني عن الفستان اللي من عند زهير مراد. طب بذمتك انت ترضي تلبسي من عند زهير مراد؟ ده يا شيخه بيلبس جينيفر لوبيز وشاكيرا، اجي انا بعد دول البس من عنده واتحط في مقارنه اكيد هتبقى ظالمه لجيلو وشاكيرا. العبودي هو الحل. 3، قالها هاني رمزي ومن ورائه أردد أيضا، هم حتتين جاتوه سندوتش بسطرمة، وأكيد في حد هيقول إنه ما خدش، مع إنه لا مؤاخذة خد، لكن بوفيه وديك رومي وسلطات ولغوصة حرام. أنا في لسه صديقة بتقولي كانت في فرح قال لك يا معلم بيعملوا نافورة من الشريمب، تمام، النافورة من الجمبري. يا كفرة، انا مش هقول اكتر من كده. اي نعم انا ممكن اعمل موضوع البوفيه ده بس عشان الرز ابو زبيب، بس برضك مش سبب وجيه. ما انا ممكن اظبط نفسي بطبقين من ابو شقره مثلا اكلهم انا قبل الفرح وارضي رغباتي، لكن انا مش هقعد ارضي رغبات الفرح كله، مصاريف. 4، بذمتك بعد السن ده ترجي اسمك يتكتب على بالونه بالياتش قدام الفندق؟ واللي رايح واللي جاي بقى يقعد يتريق يقول لك رشا ومي. رشا ومي زي رشا هتتجوز مي، رشا ووائل، منى ومدحت، علي ومحسن. شوف ايه علي ومحسن، ما علينا مش هتفرق كتير، ما علينا. ينفع يعني المهم يعني الفكره كلها هل ينفع؟ واللي جاي هم اكيد طبعا لو لقوا احمد ومحمود مثلا هيتريقوا، بس عموما الفكره كلها انه يعني الموضوع كده سليم رخيص قوي. ردوا انتوا يا متعلمين وانا مش هقول اكتر من كده. 5، كليب الفرح. بص يا ضنا انا فاهمك، حوار كليب الفرح ده هو مهم طبعا، بس مش مهم لدرجه انه يجيلك اسهال قبل الفرح بليله علشان لسه ما خلص. هو عباره عن ايه؟ انا اقول لك عباره عن ايه. الفيديو ده عباره عن صورك انشي والعريس على ايه بقى؟ صوركم الاول وانتوا صغنطاطين حلوين كده، صغنطاطين غالبا بتبقوا بلابيس، تمام، وبتنزل عليها اغنيه الاستاذ الفنان الهضبه عمرو دياب، زي الملايكه اما تشوفها، غالبا ورديه تقدر تخطفها. انا عمري ما فهمت الاغنيه دي لاني حاسه انها بتشجع التحرش بشكل من الاشكال، بس تمام. وبعدين بقى لما كبرتوا على برضو اغنيه للهضبه مسيطر جامد، بيقول لك ايه بقى؟ قرب مني شويه شويه قد ما تقدر قرب تاني، حاجه كده يعني، تمام. فما فيش داعي للتوتر، في النهايه دي صور، فاهم؟ الجثث بالذات نفسها موجوده واتدبست خلاص، ما فيش مجال للهرب تماما. 6، الدي جي. طبعا انا هشكر ربنا واحمده انك تخليتي عن فكره ان عمرو دياب يجي لك الفرح، لان ببساطه انت ممكن تشغلي عمرو دياب عادي من موبايلك بعد ما توصليه بالسماعات في القاعه، واضمن لك بعمري انك هتوفري مبلغ ممكن يكفي لتعليم الاولاد ان شاء الله لحد المرحله الاعداديه. وعليه الدي جي. بصي انا عايزاكي تبطلي ارتباك، انت مرتبكه ليه؟ الارتباك قدام مش دلوقتي، ما تتعصبيش على الراجل، هو ذنب اهله ايه انك محتاره ما بين محمد منير وحسام حسني؟ هي اذواق يا فندم. انا كل اللي طالباه منك تفتكري انت بس بتحبي ايه، وافتكري البني ادم اللي هتتجوزيه بيحب ايه، وبعدين اقعدي بقى مع الراجل اللي هيتعسف معاك انت وصاحباتك الفرح كله، وشوفي هو بيحب ايه واعمليه. 7، الحنه. بصي help me help you، الحنه دي حوار. انا عايزه اقول لك كلمتين، بلاش جو الهالوين والهنود واللي من كوالالمبور وكل رقصه بزي خاص، ما تعسفيش اللي جابونا، الناس جايه تفرح وتنبسط معاكي. وبعدين انت بصي انا فاهمك حاجه، انت هتتصوري 3/4 الصور دي عريانه وهي مليطه اصلا، وكده كده الصور دي مش هتظهر لا ليكي ولا لغيرك، ده صور اصلا يحاسب عليها القانون، تمام. غير موضوع بقى كمان الصور، موضوع المليطه ده انا مش فاهماه، ليه دايما في الحنه لازم
لازم نقلع؟ انا عايزه افهم ليه البنات بتقلع في الحنه يا فندم؟ طب حضرتك احنا بنات مع بعض، اقلع لا مؤاخذه ليه؟ مفيش اي انسنتيف للقلع هنا يا فندم. يعني انت لو بتتكلمي في العادي اعتقد ده وضع مش مريح، وعليه العري هنا غير مبرر. فنقضيها جلابيه بارتي ونفرح كاسره مريحه مع بعضينا، مش عايزين لبش في القعده والنبي. 8 الليموزين. هقول لك كلمة واحدة، عيشي عيشة أهلك حبيبتي. 9 مش عارفة أختار إيه، ورد لافندر ولا ديزيز؟ بصي ورد بلدي وخلصي. 10 صحاب العروسة السينجلز حبايبي، هقول لكم كلمتين. بصي ماما، لو وقفتي على راسك عشان تاخدي البوكيه وبعد مشهد مؤثر من فيلم ذا هانجر جيمز قدرتي انك تاخدي البوكيه، عايزة اصدمك مش هتتجوزي برضو. البوكيه مش هو اللي هيتجوزك يا ضنايا ولا هو اللي هيجوزك. انت محتاجه تركزي، يا تركزي بقى مع اصحاب العريس يا تركزي في المطلق. وهنا انا ممكن اشير عليكي تسمعي نظريه ركزي للفتيات فقط، يمكن تفيدك، هتلاقيها في البلاي ليست. وفي النهايه والخلاصه انت حره تعملي كل الكلام ده، وفاكس تماما اي حد يقولك ده كلام فاضي او مليان. اللي بس عايزه اقوله ان الليله دي بكل ما فيها تمثل سعاده لحظيه هتعدي. المهم انك تكوني مع حد انت بتحبيه ومرتاحه معاه، سواء بقى عملتوا الفرح في الفور سيزونز، هذا اعلان غير مدفوع الاجر، او عملتوه على الشط ده اصيع. والف مبروك للعروسين وبارك الله لكما وجمع بينكما في الخير ان شاء الله، وبالرفاء والبنين وبالهنا والشفا، والليله ليله هنا وسرور وكوبايات في ثواني بتدور. يلا الحمد لله ربنا يقوينا.